أطفئوا النور، أريحوا أعينكم، وأنصتوا بقلوبكم. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيبنا خير الأنام. وبسم الله نبدأ. الحكاية بعنوان الملك والراهب. كان أحد الملوك معروفا بالظلم والقسوة، وكان يعلم أن الشعب يكرهه كثيرا، ولذلك فإنه كان يخشى من حدوث انقلاب ضده، فكان يكلف رجاله بالتجسس على الناس، فإذا علم أن أحدهم يتحدث عنه بالسوء ألقاه في السجن، وقد لا يخرج من السجن إلا بعد أن يفارق الحياة. وفي أحد الأيام جاء أحد جواسيس الملك إليه وقال له: يا صاحب الجلالة، لدي خبر خطير. سأله الملك قائلا: وما هو هذا الخبر؟ قال الجاسوس: إنك تعرف طبعا الراهب جورج. قال الملك: ومن لا يعرفه؟ إنه من كبار رجال الدين. قال الجاسوس: إن هذا الرجل يا مولاي يريد أن يلفت نظر الناس إليه بكل وسيلة ممكنة، فهو يسكن في قصر فخم، ويحيط نفسه بكل مظاهر البذخ، ويتبرع بالكثير من الأموال للفقراء. فسأله الملك: وماذا في ذلك؟ قال الجاسوس: في المدة الأخيرة يا صاحب الجلالة ابتدأ يدعو إلى مائدته عددا كبيرا من وجهاء القوم، ثم فوجئنا بأنه عين لنفسه حرسا خاصا من الفرسان الأشداء، إنهم أكثر من 100 فارس، وكلهم مسلحون، ويؤدون له التحية العسكرية عند وصوله أو خروجه من القصر، ليفهم الناس أنه ملك غير متوج. وما كاد الملك يسمع ذلك من الجاسوس، حتى اشتد به الغضب، وضرب بيده بشدة على طاولة صغيرة أمامه، ثم استدعى مستشاره الخاص، وطلب من الجاسوس أن يعيد كل ما قاله عن الراهب على مسامع المستشار. ولما انتهى الجاسوس من أقواله، التفت الملك إلى مستشاره وقال: ما رأيك في هذا؟ قال المستشار: إن الحرس الخاص ليس لازما لرجال الدين، ولا سيما إذا كان هؤلاء الحراس من الفرسان الأشداء المسلحين كما يقول. فقال الملك: إذن فالراهب له نوايا سيئة نحوي، إنه يريد أن يخلعني عن العرش ويجلس مكاني. قال الجاسوس: هذا ما أخشاه يا صاحب الجلالة. فالتفت الملك إلى الجاسوس وقال: لقد انتهت مهمتك الآن، فانصرف ودعنا وحدنا، ولا تذكر شيئا مما دار في هذه الجلسة لأحد كائنا من كان. انحنى الجاسوس أمام الملك وقال: أمرك يا صاحب الجلالة، وانصرف عائدا إلى عمله. ونهض الملك عن مقعده، وعقد يديه خلف ظهره، ثم صار يروح ويجيء في الغرفة وهو كالأسد الحبيس. وفي لحظة اقترب من مستشاره الخاص ثم سأله: ما رأيك؟ قال المستشار: لا بد يا صاحب الجلالة من معالجة هذا الأمر بمنتهى الحكمة. إن للراهب مركزه الكبير بين رجال الدين، وهو محبوب أيضا من الناس. قال الملك غاضبا: أعرف ذلك، وأنا واثق من أن الرجل لم يكذب فيما قاله عن الراهب المذكور. لا بد من استدعائه إلى القصر لكي أسأله واستجوبه، وأعرف منه حقيقة ما يدور في الخفاء. قال المستشار: إنها فكرة طيبة يا صاحب الجلالة. ثم قال الملك: واحضر معي التحقيق الذي سأجريه معه، واكتب محضرا بكل ما يدور بيني وبينه من حديث، وسأجعله يوقع على ذلك المحضر ليكون دليلا عليه فيما بعد، وذلك إذا احتج رجال الدين على ما سوف أتخذه ضده من إجراءات. قال المستشار: حسنا حسنا يا صاحب الجلالة. وهكذا أرسل الملك من يستدعي الراهب إلى القصر، وحضر رجل الدين فوجد الملك ومستشاره الخاص في انتظاره، وقد جلس المستشار إلى مكتب ووضع أمامه ورقا ومحبرة،
قال الملك: إنك رجل دين، والمفروض فيك الصدق، وسألقي عليك بعض أسئلة، وسيتولى مستشاري الخاص كتابة هذه الأسئلة في محضر، كما سيكتب إجاباتك عليها وتوقع بعد ذلك على المحضر. قال الراهب: كما تشاء يا صاحب الجلالة. سأله الملك: لماذا تحيط نفسك بحرس من الفرسان المسلحين وبكل مظاهر الإسراف والبذخ التي سمعت عنها؟ قال الراهب في هدوء: إني لم أفعل يا صاحب الجلالة أمرا ضد القانون، وكل ما أنفقه من مالي الخاص الذي ورثته عن أبي كما تعلم جلالتك. قال الملك: من المستحيل أن تقنعني بحسن نيتك. قال الراهب: إن الله وحده هو الذي يعلم ما في القلوب. وكثرت أسئلة الملك دون جدوى، فقد كان الراهب يجيب عليها إجابات معقولة. ولما نفد صبر الملك قال: اسمع، سألقي عليك 3 أسئلة فقط، فإذا أجبت عليها إجابة صحيحة عفوت عنك، وإن عجزت عن الإجابة على واحد منها أمرت فورا بقطع رأسك. هل تقبل ذلك؟ قال الراهب: سأبذل كل ما في استطاعتي يا صاحب الجلالة. والتفت الملك إلى مستشاره الخاص وقال له: اكتب أنه قبل قطع رقبته إذا عجز عن الإجابة على أي سؤال من أسئلة 3. لقد كان الراهب يعتقد أن هذه الأسئلة 3 تختص بثروته وتصرفاته كالأسئلة التي سبق أن ألقاها عليه وأجاب عليها بسهولة، ولكن الملك قال: إن السؤال الأول هو كالتالي: في أي يوم سأموت؟ والسؤال الثاني هو: كم المدة التي أستغرقها إذا ركبت جوادي لأطوف حول العالم؟ والسؤال الثالث والأخير: بماذا أفكر؟ سأعطيك مهلة يوم واحد. وهنا اشتدت الحيرة برجل الدين، فقال للملك: يا صاحب الجلالة، إنها أسئلة صعبة ولا يكفي يوم واحد للإجابة عليها، أعطني مهلة 2 أسبوع. قال له الملك: أعطيتك مهلة 2 أسبوع، فوقع الآن على المحضر. ووقع رجل الدين على المحضر، ثم انصرف من القصر وهو حزين حائر لا يدري ماذا يفعل. لقد كان رجل الدين يعلم أن الملك جاد في تهديده، ولا سيما بعد أن قبله وبذلك. واستشار رجل الدين بعض أصدقائه المقربين، فلم يخبره أي واحد منهم بأي جواب على أي سؤال من الأسئلة 3 المحيرة. ومر 1 أسبوع أول، ولم يبق له سوى 1 أسبوع واحد ليعيشه. وفي عصر أحد الأيام كان يجلس الراهب في حديقة قصره، وقد حمل رأسه بين يديه واستغرق في تفكير عميق، وإذا به يسمع صوتا هادئا يقول: يا سيدي الفاضل، إنك أسديت إلي وإلى أسرتي الفقيرة كثيرا من الجمائل، والتي لن أنساها ما حييت، وما زلت أعيش في خير نعمتك إلى الآن. وقد لاحظت أنك حزين مهموم منذ 1 أيام، وأنا على استعداد لبذل حياتي من أجلك. لقد كان هذا الرجل راعي أغنامه، فشكره رجل الدين وقال: إن المشكلة أصعب بكثير من أن تجد لها حلا. ولكن الراعي ألح عليه حتى حدثه الراهب بتلك الأسئلة 3، وأنه قبل أن يقطع الملك رأسه إن هو عجز عن الإجابة على أي واحد منها. وفكر الراعي قليلا، ثم ابتسم وهو يقول: سأجد لك الإجابة عليها بإذن الله. وسأله الراهب في استغراب: أنت ستجد الإجابة؟ قال الراعي: نعم أنا، وإني أطلب منك ألا تذهب بنفسك إلى قصر الملك، إنك تعلم أنني أشبهك شبها كبيرا في الوجه والهيئة، وسأذهب بدلا منك، وسأرتدي ثيابك الدينية ولن يعرفني الملك، لأنه لم يشاهدك إلا مرة واحدة. فإذا أقنعته إجاباتي على هذه الأسئلة 3 نجوت أنا وأنت، وإذا لم يقتنع أكون سعيدا إذا ضحيت بحياتي من أجلك. شكر
ذكره رجل الدين وقال له إنه لا يقبل مثل هذه التضحية، ولكن الراعي أكد له أن الملك سوف يقتنع بإجاباته. ولما سأله الراهب عن هذه الإجابات ابتسم الراعي وقال: كن مطمئنا يا سيدي، لقد علمتنا أن الله يكون مع المظلوم على الظالم، وأنا واثق من أن الله سينصرني وينصرك إن شاء الله. وهكذا ارتدى الراعي ملابس رجل الدين وذهب إلى قصر الملك، واستقبله الملك وحسبه رجل الدين لأنه كان شديد الشبه به. وقال له الملك: هل عرفت الإجابة على أسئلة الثلاثة؟ قال الراعي: إليك الإجابة الأولى يا مولاي، ستعيش حتى اليوم الذي يعلم الله أنك ستموت فيه، ولن تعيش يوما واحدا أكثر من ذلك، واللحظة التي تموت فيها هي اللحظة التي ستستنشق فيها آخر أنفاسك في هذه الحياة. أما السؤال الثاني، يجب أن تستيقظ عند شروق الشمس وتركب جوادك وتظل سائرا به حتى تغيب الشمس وتشرق ثانية في اليوم التالي، فتكون قد سرت بذلك مع الشمس حول العالم في 24 ساعة. ضحك الملك عاليا وقال: هذا صحيح، إنها إجابة لم تخطر ببالي من قبل. والآن المهم هو السؤال الثالث، ما الذي أفكر فيه الآن؟ قال الراعي: إنك تظن أني الراهب جورج. استغرب الملك وقال: ومن أنت إذن؟ وعلى الفور نزع الراعي عنه ثوب رجل الدين وقال: أنا راعي أغنامه. وهنا ضحك الملك كثيرا، وأعجبته تضحية الراعي وسرعة بديهته، وأمر له بمنحة مالية كبيرة وقال له: أخبر الراهب أني عفوت عنه، ويسعدني أن يكون من أصدقائي المقربين، فرجل يستعبد قلوب الفقراء بجمائله هو رجل طاهر مخلص عظيم. انتهت الحكاية. الحكاية الموالية بعنوان الطائر الذهبي. كانت الصلات حسنة جدا بين ملكي جزر الكناري وجزر الزمرد، وكانا يتبادلان الهدايا بين فترة وأخرى والرسائل الودية، ويحكمان بالعدل، مما جعل الشعب يقدرهما كل التقدير ولا يعصى لهما أمرا. وها هو رسول ملك جزر الكناري يمثل بين يدي ملك جزر الزمرد قائلا: هدية متواضعة يا مولاي من ملك الجزر البعيدة، مع فائق تحياته وتمنياته لجلالتكم، بأن يديمكم الله تعالى وأنتم تجرون مطارف الصحة والخير والسعادة. وكانت الهدية قفصا من قصب الخيزران فيه طائر جميل الشكل مذهب الريش صغير الرأس وذو ذنب كذنب الطاووس، وصوت رخيم أشبه بصوت العندليب. فابتسم الملك ابتسامة الرضا والتفت إلى رئيس خدمه قائلا: هيا أكرموا الرسول كل الإكرام، وأرسلوا لجلالة أخينا الملك الحصان الأصهب خير خيلنا الأصيلة مع فائق الشكر والامتنان. وأعجب الملك كل الإعجاب بالطائر الذهبي، ولم يعد بوسعه أن يفارقه إلا حين الانصراف إلى مهامه وشؤون الرعية، والتي كان كل همه مقصورا على خيرها وإسعادها. فإذا جلس إلى طاولة الطعام أجلس الطائر قربه وراح يطعمه بيديه، بل حتى وإن نام وضعه قرب سريره. وكان لهذا الملك 3 أولاد، وكأنهم الأقمار حسنا وجمالا، وكانوا يحيون في ظل خالة خشنة تكرههم كرها شديدا بعد أن حرمتهم الأقدار عطف الأم وحنانها. وذات مرة ذهب الملك في رحلة بعد أن أفهم زوجته أن تنتبه للطائر الذهبي وأن تهتم به حتى حين عودته. وأثناء غياب الملك راح الأولاد 3 يتصرفون على هواهم ويعصون أوامر خالتهم، فجن جنونها وصممت على الانتقام منهم مهما كلف الأمر.
ففتحت القفص تاركة الطائر الذهبي يرحل بعيدا ويدخل الغابة السوداء القريبة من القصر الملكي. وما إن عاد الملك من رحلته حتى سأل عن الطائر الذهبي، فأخبرته زوجته أن أولاده قد أطلقوا سراح الطائر وما كانوا لها بطائعين. فغضب الملك غضبا شديدا، وأمر قائد حرسه بنفي أولاده من المملكة حتى يعود الطائر الذهبي إليها. فركب كل واحد من الأولاد الثلاثة فرسه وغادروا المملكة إلى الغابة السوداء. وما إن بلغوها حتى اقترح عليهم الكبير أن يتوجه كل منهم إلى جهة بحثا عن الطائر المذكور. أما الكبير فقد توجه يمينا صوب النهر الكبير الذي يخترق الغابة بقوة واندفاع. وأما الأوسط فقد توجه شمالا نحو المروج الخضراء والسهول المنبسطة. وأما الأصغر فقد همز فرسه وراح يخترق وسط الغابة والتي بدت وكأن لا نهاية لها. وشاهد ابن الملك الكبير الطائر الذهبي يتجه نحو الماء، فتبعه إلى النهر الكبير. وما إن أطل على النهر حتى شاهد منظرا تقشعر له الأبدان ويأخذ بمجامع القلوب. لقد رأى جسدا فيه من الحياة بقية يتخبط بين الأمواج محاولا الخروج، والتيار الهائل يسحبه. فرمى بنفسه في النهر وأنقذ الغريق، فإذا فتاة شقراء على جانب عظيم من السحر والجمال، فأسعفها حتى أفاقت من غفوتها، وأخبرته أنها ابنة ملك جزر الزمرد، وطلبت منه أن يعيدها إلى قصر أبيها حتى تكافئه على عمله، وكان اسمها قرنفلة. فوعدها خيرا وعاد بها إلى قصر أبيها. أما الأخ الأوسط فقد تجول في السهول والمروج حتى شاهد هو الآخر الطائر الذهبي يجمع السنابل ليبني عشه في أكبر شجرة في الغابة. فهمز فرسه نحو الشجرة، وما إن سار بضع خطوات حتى رأى فتاة ممزقة الثياب حافية القدمين قد ضلت طريقها إلى قصر أبيها إثر عاصفة هوجاء في تلك الغابة، والدمع ينسكب من عينيها. فتقدم منها وهدأ من روعها، وأسعفها حتى استعادت قواها واطمأنت له، فأخبرتها أنها أقحوان ابنة ملك جزر الزمرد، وطلبت منه أن يعيدها إلى جزر أبيها حتى تكافئه على عمله. فوعدها خيرا وعاد بها إلى قصر أبيها. أما الأخ الأصغر فقد توغل في تلك الغابة كثيرا دون أن يلمح الطائر الذهبي أو يقع له على أثر، وتعب حصانه فلم ير بدا من الاستراحة قليلا، فدخل إحدى المغاور كي يأخذ قسطا من الراحة، فإذا به يفاجأ بالطائر في تلك المغارة، فأمسك به وغمرته فرحة كبرى لأن والده سيكون راضيا عليه وعلى إخوته. ولكن حدث له ما لم يكن في الحسبان بعيد عودته إلى قصر أبيه، فلقد سمع صوتا مروعا يطلب النجدة، فأسرع نحو الصوت ليلبي نداء الواجب، فإذا به يلتقي فتاة هي آية في الجمال بين ثلاثة من قطاع الطرق تحاول الهرب دون جدوى، فجرد سيفه وهجم على المجرمين، فصرعهم الواحد تلو الآخر بعد أن جرح جرحا بسيطا في كتفه الأيمن. وراحت الفتاة تبكي وتقول له: سامحني أيها الشهم الغريب، فقد جرحت بسببي وستنال مكافأة عظيمة على شجاعتك لو عدت معي، فأنا بنفسج ابنة ملك جزر الزمرد. فطمأنها وعاد بها وبالطائر إلى قصر أبيها. أما في جزر الزمرد فقد أعلن الملك الحداد، ونادى المنادي أن كل من يعود بإحدى الأميرات يتزوجها ويأخذ حصتها من إرث والدها. وفتش الفرسان طويلا دون جدوى، فحزن الملك حزنا شديدا، وأرسل الرسائل إلى الملوك يطلب المساعدة. وكان والد الفرسان الثلاثة قد زهد في الدنيا بعد نفي أولاده، وعندما وصلته رسالة ملك جزر الزمرد
أحب أن يذهب إليه ليعزيه عن مصيبته ويشاركه أحزانه، فأمر 100 من فرسانه بحمل الهدايا والتوجه إلى جزر الزمرد فورا. وهكذا وفي بقعة أخرى سار كل واحد من الفرسان بأميرته قاصدين ملك الزمرد، دون أن يعلم أي منهم ما فعل أخواه وما آلت إليه الأمور بعد غيابهم الطويل. وكانت الطبيعة قد لبست أبهى حلاها، فالفصل ربيع وعبق الأزاهير يعطر الأجواء، وانتظر الناس أن يعلن الملك ابتداء الاحتفال بعيد الزهور كالعادة، ولكن الملك كان حائر اللب لا يدري ماذا يفعل، فإذا به يفاجأ بمراقب البرج يصيح بصوت عال: افتحوا الأبواب فإني أرى فارسا مقبلا وخلفه فتاة. وما إن فتحت الأبواب حتى علت الزغاريد ودخل الفارس قصر الملك ومعه الأميرة قرنفلة. وصاح المراقب ثانية ففتحت الأبواب ليدخل منها الفارس الأوسط وخلفه الأميرة أقحوان. وما إن عانقت أباها وأختها حتى عاد المراقب ليعلن أن فارسا قادما إلى القصر، ففتحوا الأبواب ليدخل منها الفارس الأصغر مع الأميرة بنفسج والعصفور الذهبي. وهكذا تعانق الفرسان الثلاثة بين دهشة الحاضرين واستغراب الملك، وتعانقت البنات الثلاث بين دهشة الفرسان واستغرابهم للمصادفة العجيبة التي جمعت الأحباب بعد طول الغياب. وما إن استراحوا برهة حتى دخل الملك العظيم بفرسانه وهداياه، فوجد أولاده مع الأميرات والطائر الذهبي، ففرح فرحا عظيما جدا، وطلب يد قرنفلة لابنه الأكبر، ويد أقحوان لابنه الأوسط، ويد بنفسج لابنه الأصغر. وتزوج الثلاثة، وأعلنت ليالي الأفراح في المملكة 3 أشهر متتالية. أما الخالة الشريرة فقد جنت لدى سماع الخبر، وعاشت عمرها مجنونة في الغابة السوداء، طاردة الندم على ما جنت يداها من محاولة التفريق بين الأب وبنيه والكيد لهم، فرد كيدها إلى نحرها، وذاقت من الذل والحرمان ما لا يطاق ولا يوصف. وهذه نتيجة طبيعية لمن يسعى سعي الضرر والشر لإلحاقهما بالآخرين. انتهت الحكاية. الحكاية الموالية بعنوان القرصان وصخرة الموت. كان أحد رجال الدين الأتقياء يقيم في بيت يشبه الدير، وكان هذا البيت في منطقة هادئة تقع على شاطئ بحر الشمال. وكان يتردد على هذه المنطقة صيادو الأسماك، والذين كانت قواربهم الصغيرة ترسو على مقربة من ذلك الشاطئ. وكانت هناك سفن شراعية كبيرة تأتي بين آونة وأخرى إلى أحد الموانئ القريبة من تلك المنطقة لتفرغ ما تحمله من بضائع مختلفة أحضرتها من البلاد والأقطار الواقعة وراء البحار. واعتاد رجل الدين الطيب أن يلقي كل يوم أحد عظة دينية في فناء بيته، فكان صياد الأسماك وبحار والسفن الشراعية يذهبون ليستمعوا إلى تلك العظات. وكان الصيادون يطلبون منه أن يدعو لهم بالتوفيق ليرزقهم الله تعالى بالسمك الوفير، والذي يعتبر المورد الوحيد لرزقهم، فهم وأفراد أسرهم يأكلون من هذا السمك، والذي يعد الطعام الرئيسي لهم ولأغلب سكان المدن الواقعة على الشاطئ. كما كانوا يبيعون جانبا كبيرا ليشتروا بثمنه ما يحتاجون إليه من مطالب الحياة الأخرى. أما تجارة السفن الشراعية التجارية فكانت رحلاتها البحرية أطول بكثير من رحلات صيادي الأسماك، وكانت تستغرق أياما طويلة قد تمتد إلى 2 أو 3 أشهر. والمسافرون بالسفن في البحار والمحيطات يشعرون دائما بأنهم قريبون من الله تعالى، إذ إن اتساع البحر الذي يبدو أمامهم وكأنه لا نهاية له يجعلهم يشعرون بعظمة وقدرة خالق هذا الكون.
ومن ناحية أخرى تتعرض السفن الشراعية التي تجتاز البحار والمحيطات إلى شتى أنواع العواصف والأعاصير، والتي تهدد السفن الشراعية مهما كان حجمها بالغرق وموت كل من يركبونها. وقد تتمزق القلوع من شدة هبوب الرياح العاصفة، كما تتحطم الصواري، فلا تلبث أن تغمرها الأمواج وتغوص بها في القاع. لذلك فإن هؤلاء المسافرين كانوا يلجؤون دائما إلى الصلاة، ويطلبون من الله تعالى أن يكتب لهم السلامة والنجاة. ولم تكن العواصف هي مصدر الخطر الوحيد على الذين يسافرون في البحار، كان هناك خطر كبير من سفن القراصنة، والذين يمتلكون سفنا شراعية متينة وسريعة، كما كانوا مسلحين بأقوى وأفتك أنواع الأسلحة التي كانت معروفة في ذلك الوقت. وإذا أراد أحد هؤلاء القراصنة أن يهاجم سفينة تجارية، أمر رجاله بأن يرفعوا على سفينته الراية السوداء. لقد كانت هذه الراية تصنع من نحاس حالك السواد، وكان يتوسطها باللون الأبيض رسم جمجمة بشرية ومن تحتها عظمتان متقاطعتان. ومن أجل ذلك فإن هذه الراية كانت تسمى براية الموت. أما ركاب السفينة التجارية فإنهم كانوا إذا شاهدوا تلك الراية اللعينة على سفينة أخرى تقترب من سفينتهم استولى عليهم الفزع وسادهم الاضطراب الشديد، وقد يغمى على بعضهم من شدة الخوف، لأنهم كانوا يسمعون دائما عن قسوة هؤلاء القراصنة، وبأنهم لا يقتصرون على سلب ونهب باقي السفينة، بل كان يحلو لهم قتل ركابها أو إيذاؤهم إيذاء شديدا. وكانت السفن التجارية لهذا السبب تحاول أن تفلت من هؤلاء القراصنة بتغيير خط سيرها، ولكن ذلك التغيير كان يجعلها في بعض الأحيان تضل طريقها في المحيطات الشاسعة، وقد تجد نفسها مضطرة إلى الرسو على شواطئ إحدى الجزر المجهولة. وفي ذلك الوقت كانت تكثر تلك الجزر المجهولة، ولا سيما في المحيط الهادي أو المحيط الأطلسي، والأغلبية العظمى من أهالي هذه الجزر كانوا على درجة كبيرة من الهمجية، فكانوا يهجمون بحرابهم على ركاب أي سفينة ترسو على الشاطئ، وبعد أن يقتلوا كل رجل فيها ينهبون ما بها من بضائع. وكان رجل الدين هذا زاهدا في مظاهر الحياة الكاذبة الخداعة، فكان لا يحتفظ لنفسه من هذه الهدايا إلا بجانب صغير منها، ثم يوزع الباقي على الفقراء والمساكين. وعلى بعد 10 أميال تقريبا من الشاطئ حيث كان يقيم هذا الرجل كانت توجد صخرة ضخمة شديدة الصلابة تحوم فوقها الطيور البحرية المسماة بطيور النورس، وكانت هذه الطيور تبني أوكارها في شقوق هذه الصخرة. وحينما يكون بحر الشمال ساكنا لا يظهر من الصخرة الضخمة فوق سطح الماء إلا جزء صغير منها، أما إذا جاء المد وارتفعت الأمواج فإن هذا الجزء الصغير من الصخرة يختفي ولا يراه أي إنسان. لذلك كانت الصخرة تشكل خطرا رهيبا على السفن الشراعية والتجارية، والتي تكون عائدة من رحلتها الطويلة فيما وراء البحار والمحيطات. وكان ربان السفينة لا يرى الصخرة، فترتطم بها سفينته ارتطاما شديدا يحطم مقدمتها، فتندفع المياه بشدة إلى جوفها ولا تلبث أن تغرق مع كل ركابها. وكان غرق مثل هذه المراكب التجارية يعتبر مأساة محزنة فاجعة لأقارب الركاب والذين نجوا من مختلف المخاطر، ثم ماتوا غرقا على مقربة من وطنهم بعد الاصطدام بتلك الصخرة اللعينة. وكثرت حوادث غرق السفن التجارية، ولا سيما في الأيام والليالي العاصفة حين تصبح الرؤية شبه معدومة فترتطم السفينة بالصخرة. وكان رجل الدين يحزن كثيرا في كل مرة يسمع فيها بإحدى حوادث الغرق.
وفكر الطيب كثيرا في إنجاز وسيلة تنقذ السفن من التحطم والغرق بمن فيها. وأخيرا وبعد تفكير طويل هداه الله تعالى إلى فكرة طيبة، فقال في نفسه: إن السفينة تغرق لأن ربانها لا يعرف موضع صخرة الموت، وقد غمرها ماء المد والأمواج العالية. إذن لو تحدد موضع الصخرة وعرفه الربان أمكنه أن يبعد سفينته عن الصخرة وينجو من الهلاك. وهكذا ذهب إلى إحدى دور العبادة وشرح للمسؤولين الفكرة التي اهتدى إليها، وأخذ من مخزنها جرسا ضخما يعجز 2 من الرجال الأقوياء عن حمله، وعاونه بعض الرجال في نقل ذلك الجرس إلى الشاطئ الذي يقابل موقع الصخرة، وعاونه بعض الصيادين في عمل طوافة خشبية كبيرة، وأقام في وسط هذه الطوافة عمودا متينا، وأمر مساعديه بتثبيت الجرس في قمة العمود، وذلك بأن تربط حلقة الناقوس التي في أعلاه وبواسطة سلسلة قوية من الصلب بحلقة أخرى تثبت بأعلى العمود. كانت فكرة رجل الدين أن يضع الطوافة الكبيرة على الماء وفي موضع لا يبعد أكثر من 1 أمتار عن الصخرة، وحتى يضمن عدم ابتعاد الطوافة والجرس عن الصخرة بفعل الأمواج ربط الطوافة بالصخرة بواسطة سلسلة من الصلب، والتفت إلى أعوانه وقال لهم: الآن إذا هبت الرياح واضطربت الأمواج فإن ذلك الجرس الكبير سيدق، وتكون دقاته عالية جدا لأنه صنع من النحاس كما ترون، وسيعلم بحارة أية سفينة أنهم قريبون من صخرة الموت، وذلك بمجرد سماعهم طنين الجرس، فيبتعدون عن موطن الخطر ويصلون إلى الشاطئ في أمان. وأضاف يقول: أما في الأيام التي لا تشتد فيها الرياح ولا يضطرب فيها سطح الماء فإن الجرس لن يتحرك تلك الحركة الشديدة التي تجعله يدق دقاته العالية، ونحن على أي حال لسنا بحاجة إلى دقات الجرس في الأيام العادية والتي يكون فيها الجو صحوا والبحر هادئا، لأن الصخرة لا يغمرها الماء في هذه الأيام، ويمكن لربان السفينة وبحارتها أن يروها بسهولة. لقد كانت هذه الفكرة صائبة خيرة، وتناقل الناس خبر ذلك الجرس، وعلم بأمره كل البحارة، وقلت حوادث غرق السفينة وكادت تنعدم لولا بعض الحوادث التي وقعت بسبب تكاثر الضباب الكثيف والذي يمنع الرؤية في يوم هادئ، فلا تهز أمواج البحر الطوافة، وبالتالي لن يكون هناك دقات الجرس. وما من شك في أن سرور الناس كان عظيما بفكرة الجرس هذه، وازداد حبهم وتقديرهم للرجل، وذاع صيته، فكان الناس يحضرون إليه من أقاصي البلاد كي يزوروه ويطلبوا استشارته. ولكن سرور الناس لم يدم طويلا، فقد كان هناك قرصان قاس لا ضمير له، وعندما رأى الناقوس النحاسي الضخم المتبث على عمود فوق الطوافة الخشبية كان قد علم بالسبب الذي من أجله وضع هذا الجرس الضخم، ولم يكن ذلك القرصان بطبيعته الشريرة يهتم بإنقاذ السفن وأرواح راكبيها. لقد كان كل همه في الدنيا هو الحصول على المال بأية وسيلة كانت. لذلك فإنه حين رأى الجرس النحاسي الضخم صمم على أن يستولي عليه ليبيعه، غير مكترث بأن عمله هذا سيتسبب في إغراق السفن كما كان يحدث من قبل. وصاح في رفاقه: أنزلوا الزورق إلى الماء، وليركب معي 4 منكم ليجذفوا حتى نصل إلى هذا الناقوس ونأخذه. وسارعوا على الفور إلى تلبية أمره، والتفت إلى الناقوس وظل يتأمله برهة، ثم أصدر أمرا ثانيا فقال لهم: أحضروا معكم الفأس، فالجرس مثبت على الطوافة الخشبية بسلسلة من الحديد، والسلسلة مثبتة في الصخرة، ولا بد من كسر هذه السلسلة. وهكذا وصل مع رجاله 4 إلى الطوافة الخشبية، وبواسطة الفأس تمكن من تحطيم الحلقة التي تثبت الجرس بالعمود فوق الطوافة الخشبية،
كما حطم أيضا الحلقة الثانية والتي كانت مثبتة في الصخرة. واستولى القرصان على الجرس النحاسي، وتعاون هو ورجاله على نقله إلى الزورق. وبعد ذلك جذف الرجال واتجه الزورق نحو السفينة. وتمكن القرصان من بيع الجرس النحاسي، وقسم ثمنه على رفاقه، ووقعت من جديد حوادث اصطدام السفن بصخرة الموت وغرقها. وبعد بضعة أيام كانت سفينة القرصان تمر على مقربة من الشاطئ الصخري، فإذا بالسماء تتلبد بالغيوم وتهب ريح عاصفة، ويتكاثف الضباب فيجعل الرؤية متعذرة. وصار القرصان يتلفت في كل مكان فلا يرى شيئا، لأن الضباب جعل الرؤية مستحيلة. وصارت الرياح العاصفة تدفع سفينة القرصان في قوة نحو صخرة الموت، وهو لا يدري مكانه في ذلك البحر الغاضب المتلاطم بالأمواج. ولقد كان القرصان في هذه اللحظات في قرارة نفسه يخشى أن تصطدم سفينته بصخرة الموت، ولكنه لم يكن يعرف مكانها، فأحس بندم مرير حينما تذكر سرقته للجرس النحاسي الضخم وبيعه، وقال لنفسه: لو كان هذا الجرس موجودا لسمعنا دقاته وعرفنا كيف نبتعد عن صخرة الموت اللعينة. ولكن ندمه كان بعد فوات الأوان. لقد حملت الأمواج الصاخبة سفينته ثم دفعتها في قوة نحو صخرة الموت، واصطدمت السفينة بالصخرة اصطداما هائلا، فتحطمت مقدمتها واندفع الماء في قوة إلى جوفها. وما هي إلا لحظات حتى ابتدأت تغوص إلى قاع البحر، وغرقت السفينة، وغرق معها القبطان الشرير ورفقاؤه الذين لا يقلون عنه شرا. وهكذا تلقى القرصان جزاءه فمات غارقا. إن الإنسان الذي يسلك طريق الشر لا بد وأن يتلقى عقابه المرير في النهاية. انتهت الحكاية. الحكاية الموالية بعنوان سر السهم الثاني. كان الشعب في فترة من الخوف والقلق الشديدين، وكان محروما من الاستقرار والطمأنينة، ولم يكن ذلك بسبب أي حرب من الحروب، ولكن سبب ذلك كان يرجع إلى ملك يحكم البلاد، وكان يسمي نفسه الملك العظيم. إنه لم يكن عظيما بطبيعة الحال، لأن الإنسان العظيم لا يسمي نفسه عظيما، بل يكون متواضعا نبيلا شريف النفس، يحسن معاملة الناس ويعطف على فقرائهم وضعفائهم، فالناس هم الذين يسمونه عظيما، فيعيش محبوبا بينهم، وبعد أن يموت تظل ذكراه الحلوة باقية بين الناس. كان هذا الملك طاغية من أقصى الطغاة الذين عرفهم التاريخ، وكان يمتطي صهوة جواده ويخرج من قصره ومن خلفه جماعة من الفرسان يحملون السياط ويتجول معهم في الطرقات. وكان على كل فرد من أفراد الشعب أن يهب واقفا لتحية الملك، فإذا تراخى أحد في الوقوف أو استمر في سيره ولم يقف لتحية الملك، أمر فرسانه بإلقاء القبض عليه ونزع سترته وجلده بالسياط في الطريق العام. وكان جنوده يهاجمون القرى ويستولون على المواشي والدواجن وكل المنتجات الأخرى كالجبن والألبان والبيض، وذلك بحجة تحصيل الضرائب المستحقة عليهم لذلك الملك الظالم. كان هذا الملك ينفق الأموال بسخاء على جنوده، لأنهم كانوا أداة الطغيان التي يحكم بها البلاد. وكان يعيش في إحدى القرى الجبلية رجل يدعى وليم. كان وليم هذا كشأن سكان الجبال، شهما كريم النفس، كما كان شجاعا لا يهاب أحدا إلا الله. عرف وليم في جميع القرى المجاورة بأنه كان صيادا ماهرا، وكان أبرع من يرمي بالسهام، وكان يمكنه أن يصيب بسهمه الطائر الذي يطير بسرعة في السماء مهما كان هذا الطائر صغيرا. وفي يوم من الأيام ذهب وليم إلى المدينة مع ابنه الصغير شارل. كان شارل في 7 من عمره،
ولكنه كان طفلا شديد الذكاء، يحب والده حبا جما ويطيعه طاعة عمياء. كان شارل رغم صغر سنه يحسن ركوب الخيل، كما كان يحسن الرمي بالسهام. وكان الملك الظالم قد أقام عمودا عاليا عند مدخل المدينة، ووضع قبعته على قمة ذلك العمود، وأصدر أوامره الصارمة والتي تحتم على كل إنسان يدخل المدينة ويمر أمام العمود أن يخلع قبعته وينحني في احترام لقبعة الملك. ووضع أيضا جماعة من جنوده على مقربة من ذلك العمود لمراقبة تنفيذ الأوامر التي أصدرها بالانحناء لقبعته. ولما وصل وليم وابنه شارل إلى مدخل المدينة ورأيا كل من يمر أمام العمود يرفع قبعته عن رأسه ثم ينحني لقبعة الملك، فسأله ابنه قائلا: لماذا يفعلون ذلك يا والدي؟ قال وليم: لست أدري يا بني، لعلها قبعة أحد القديسين. وسمعه واحد من جنود الملك فتقدم نحوه وقال له في غضب شديد: إنها ليست قبعة أحد القديسين أيها الريفي الجاهل، إنها قبعة الملك العظيم. وهكذا احتدم الغضب بوليم حينما سمع الجندي يسبه، فأمسك بقوسه الذي لا يفارقه وتأخر بضع خطوات إلى الخلف، ثم أخرج سهما وضعه في القوس وصاح في الجندي: لماذا تسبني؟ إنني لم أفعل شيئا أستحق عليه هذه الألفاظ القذرة التي تلفظت بها الآن. وتجمهر بعض الناس وعرفه رجل منهم فقال للجندي: إنه وليم أمهر رماة السهم في البلاد، ما الذي حدث بينكما؟ قال الجندي مشيرا إلى قبعة الملك: يقول إنها قبعة أحد القديسين. وصرخ فيه وليم: قبعة من إذن بحق الله؟ قال الجندي: إنها قبعة الملك العظيم. ضحك وليم ضحكة ساخرة وقال: أيهما أفضل، القديس أم الملك؟ ولماذا ينحني الناس إذن؟ قال له الجندي: إنها أوامر الملك العظيم، يجب أن ينحني كل من يمر من أمام هذا العمود احتراما وخضوعا لقبعة الملك. وأطلق وليم ضحكة أخرى ساخرة وهز رأسه ببطء، ثم أمسك بيد ابنه ليبتعد عن العمود، ولكن الجندي اعترض طريقه وقال: يجب أن تنحني وترفع قبعتك عن رأسك في الحال. صرخ فيه وليم: كلا، لن أفعل ذلك، كيف أنحني لقبعة رجل مثلي؟ إني أنحني فقط لله. قال له الجندي مهددا: حسنا، سأرفع أمرك الآن إلى الملك العظيم، وسوف تندم على ذلك ندما مريرا. وأراد زملاء الجندي أن يلقوا القبض على وليم وابنه، ولكنهم خافوا من غضب الناس الذين كانوا قد تجمهروا وأبدوا استحسانا لتصرف وليم. وذهب هذا الأخير مع ابنه ليشتري ما كان يريد شراءه من المدينة. ولما علم الملك الطاغية بما حدث قال في غضب لمن حوله: هل يوجد في الرعية من له الجرأة على مثل هذا العمل الوقح؟ لا بد من إنزال عقوبة رادعة بهذا الرجل ليكون عبرة لغيره، لأننا لو تركناه وشأنه استهان به الناس ولم ينحنوا بعد ذلك لقبعتي. وهكذا أرسل الملك العظيم بعض جنوده إلى قرية وليم، وأمرهم بسرعة إحضاره إلى القصر مع ابنه شارل. كان الملك قد وضع خطة رهيبة للانتقام من هذا الرجل لكي يرعب الناس. لقد قيل للملك إن وليم كان أبرع رام بالقوس والسهم في البلاد بأكملها، وعلى هذا الأساس وضع الملك خطته الرهيبة. وبالرغم من كل هذا لم يعجب وليم حين أخبره الجنود بأن الملك أمر بإحضاره. لقد كان يتوقع ذلك بطبيعة الحال، ولكنه عجب أشد العجب حين علم أنه يطلب كذلك إحضار طفله شارل، فسألهم قائلا: ولكن لماذا يريد الطفل؟ أجابه كبير الجنود: هذه أوامر الملك العظيم،
ويجب أن تعلم أن أوامر الملك لا تقبل المناقشة بأية حال من الأحوال. كان الطفل شارل يسمع ما يدور بين والده وجنود الملك من حوار، فقال لأبيه في شجاعة: لا بد أن أذهب معك يا والدي، كيف أتركك تذهب وحدك إلى هذا الملك الظالم، وأظل أنا هنا وحدي لا أدري ماذا يحدث لك. ابتسم الأب وربت بيده على رأس ابنه الصغير، وتأهب للذهاب مع الجنود. وقبل أن يغادر داره، قال له كبير الجنود: إن الملك يأمرك بأن تحضر معك قوسك وسهما واحدا فقط. نظر إليه الأب في استغراب وسأله: لماذا لا أحضر معي إلا سهما واحدا؟ صاح فيه كبير الجنود: ألم أخبرك من قبل أن الأوامر التي يصدرها الملك العظيم لا تقبل المناقشة بأي حال من الأحوال؟ ابتسم وليم في استخفاف، وأحضر قوسه ووضع سهما واحدا في جعبة السهام، واتجه الجنود به وابنه إلى المدينة. كان وليم طوال الوقت يفكر تفكيرا عميقا فيما سوف يفعله معه الملك، ولماذا بالضبط أراد إحضار صغيره تشارل. وصل الجنود بالرجل وابنه إلى المدينة. لقد كان الملك قد أصدر أوامره بحشد أكبر عدد من الناس في الساحة الكبيرة والتي تتوسط المدينة. وجلس الملك على منصة عالية، ومن حوله بعض رجاله، وكان الملك يمسك بتفاحة صغيرة حمراء ينقلها من يد إلى أخرى. وعجب الناس من هذه التفاحة، لقد كانت تكمن في هذه التفاحة خطة الملك الرهيبة للانتقام من الرجل. أوقف الجنود الرجل وابنه أمام المنصة التي كان يعتليها الملك، فقال له الملك بصوت عال: لقد علمت بما فعلت، كان في استطاعتي أن أصدر عليك حكمي بالإعدام فورا، ولكني أعلم أن الأمر الذي جعلك تمتلئ بالغرور وترفض الانحناء لقبعتي عند مدخل المدينة هو ادعاؤك بأنك أمهر الرماة بالقوس والسهم في البلاد بأكملها، ولذلك أصدرت عليك الحكم التالي. وسكت الملك قليلا، وخيم السكون على جماهير الناس المحتشدين في الساحة، وهم يرهفون أسماعهم للحكم الذي سيصدره الملك الظالم على ذلك الرجل الشجاع. فقال الملك: لقد طلبت منك إحضار ابنك معك، لأنه هو الآخر رغم صغره يتحدى جبروتي. هل ترى هذه التفاحة الحمراء التي في يدي؟ قال الرامي: نعم أراها طبعا. قال الملك: سيقف ابنك هناك على بعد 30 خطوة منك، وستوضع التفاحة الحمراء فوق رأسه، وعليك يا أمهر الرماة في البلاد أن تصيب التفاحة بضربة سهم واحدة، فإن أصبتها نجوت، وإن أصبت ابنك فقتلته بيدك، كان ذلك عقابا رادعا لك ولأمثالك. واستنكر الناس هذا الحكم الظالم البشع، واضطرب وليم اضطرابا شديدا. كانت له مقدرة عظيمة في الرمي بالسهم فعلا، ولكن إصابة تفاحة فوق رأس ابنه غير إصابة طائر يطير في السماء. ثم قال الرامي للملك: هل بلغت بك القسوة إلى الدرجة التي تأمرني فيها بقتل ابني بيدي؟ فصرخ الملك غاضبا: أوامري لا تقبل المناقشة، إما أن تفعل ذلك أو أصدر أمري الآن بقتل ابنك أمام عينيك. وإذ ذاك أمسك الطفل شارل بيد أبيه التي كانت ترتجف وقال له: يا والدي الحبيب، إنك أبرع رماة السهم في البلاد كلها، لا تخف، سأقف ثابتا وسيصيب سهمك التفاحة ولن يصيبني بأذى، لأن الله لا يكون أبدا مع الظالمين. وهكذا قبل الطفل الشجاع يد أبيه المرتجفة، فأحس الأب باطمئنان غريب، وعلى الفور ذهب الطفل ووقف على بعد 30 خطوة من الموضع الذي كان يقف فيه أبوه، وشد الرجل قوسه، وتعلقت أنفاس الناس جميعا به وبالنتيجة الرهيبة.
ووضع أحد الجنود التفاحة الحمراء على رأس الطفل، والذي كان يقف في ثبات عجيب، وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة هادئة. وانطلق السهم في قوة وأصاب التفاحة وطار بها، واندفع الطفل إلى أبيه ليرمي بنفسه بين ذراعيه، والناس يهللون ويهتفون ويرفعون أيديهم إلى الله شكرا. وتقدم ولي من منصة الملك وقال له: لقد أمرتني أن أحضر سهما واحدا فقط، ولكنني أحضرت سهمين اثنين. وأخرج وليم السهم الثاني وأراه للملك الذي سأله: ولماذا أحضرت هذا السهم الثاني؟ قال الرامي: لقد توقعت منك شرا حين أمرت بإحضار ابني، وقلت إنه لو أصيب بمكروه فهذا السهم الثاني سيستقر في قلبك أنت أيها الملك الظالم. وكان الملك على وشك أن يصدر الأمر بالقبض عليه، ولكنه خاف من غضب الناس. ومنذ ذلك اليوم أصبح الرامي بطلا وطنيا، وأحبه الناس حبا عظيما. وتشجع الشعب بعد ذلك، وابتدأ الناس يثورون على ظلم الملك الظالم. وأخيرا قاد الرامي ثورة شعبية كبيرة، وانضم عدد من جنود الملك إلى الشعب وهاجموا قصر الملك. وكان الرامي هو الذي صوب سهمه الثاني إلى صدر الملك الظالم، فاخترق قلبه القاسي وخلص منه البلاد. نعم، لقد قتل الملك بنفس السهم الثاني الذي كان يخفيه وليم لمثل ذلك الموقف البطولي الخالد. انتهت الحكاية.